السلام عليكم إخواني أخواتي، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم الصحة والعافية. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم لهاد القناة المتواضعة، وغنبقى نشكركم دائما. شكرا لكم جزيل الشكر. غادي نبدا معكم اخوتي وخواتاتي بواحد الفيديو ديال البقه اللي قالت لك لاله كدير لنا الكسكسو. ويلي ويلي ويلي، واش هذاك الكسكسو ولا طاجين عامر بطاطا؟ صراحه خوتي انا جاني غا طاجين عامر بطاطا، خاصو غير الزيتون والخبز. والله القسم الا شوهتي بالكسكسو المغربي كل بطاطا قد ليا جوره. مالك اختي على ديك الحاله؟ مالك على ديك الحاله وعلى ديك الشوهه؟ وزتي كملتيها، بينتي على السم ديالك يا المسمومه، حطيتي لبنتك في الطبسيل وخليتي الولد بالعاني، وكتمثلي انك كتبغيهم. ميمتي اللفعه، كل مره كتبدلي جلدك، سبحان الله العظيم. ايوا وجيتونا بخطه ديال السفر. شي بكريشه حتى السفر كيدير له البروغرام ديالو على حسب ولادو، حتى كيفكر في وليداتو. ما كذبتش سوسو ملي قالت عليك المساعده. علاش ابقيقو ما قدرتيش تقولي لي يلا نسافروا الراس في الراس؟ لانك فعلا تقدريش لان قالك ما كتحللي حتى حاجه بلا ولادو، حتى حاجه ما كتحللي بلا ولادو. نسيتي فاش كنتي كتقولي ما تزوجوش اللي عنده التجمع السكني؟ ايوا ها انتي في التجمع السكني، ها هو مجمع وليداتو وامو، وانتي خنافرك في الارض، خنافرك في الارض. ما تنسيش بقيقو. بكريشه كينتقم منك غير بالبارودي، وانتي اللي كتخلصي اي حاجه الا بغيتي تبقاي مع هاد العائله. تفكرت نهار قالت لك سعاد بكريشه وليداتو تفرقه ما غلباتو، وهي هادي ها هو جايبهم لك غصبا عن عيون امك، على قولة شنيتيكا. واش نيتيكا تا هي غدا معاك؟ ياك كنتي كتقولي بغيتي ما دوزتي شهر العسل، فين ما مشيتي لاصقين فيك، فين ما بغيتي ديري شي حاجه لاصقين. ايوا هو ملصقهم فيك بزز منك. وكيسول الوليدات واش دوزوا العطله. بعدا قبل ما نمشي للوليدات، من الاداب عوض تجلسي الكرسي الامامي خصك ترجعي للور وتقابلي بنتك وانتي مخلياها السفر كامل وهي واقفه. ونزيدك التصافيره ديال المعانده دايرين، اويلي يا عباد الله 7 ديال البلايص مطاحنين شي فوق شي، دايرين بحال داك الفيلم ديال الطاكسي المخفي. هو هذا الدراري بدون بلا حزام السلامه، بلا بدون حمايه. ما عرفتش انا هاد السلطات واش ما شافوكمش. راه تبارك الله 3 الوليدات صغار، يعني بلا حزام السلامه بلا حتى شي حاجه. وكتقولي اش غنقول لك، جالسه القدام وعاطيه العكوستك بالظهر. هذه هي التربيه اللي مربيه يا بقيقو. والله الا احسن حاجه درتيها. وقلتي ما بقيتيش تصوري بنتك طز الادسنس، قالت لك اديوس اميغوس. بنتي ما
متبقاش تبان. نجي للوليدات، كتقول لهم بكريشه ما دوزوش العطله. الوليدات دوزوا العطله احسن عطله في الفيلا ولا بيسين. امهم كرات ليهم فيلا بالطول والعرض بلا بيسين ديالها وعامو. ماشي تقول ليهم ما عاموش، هاد العام ما عاموش. وتاني حاجه راه وقت القرايه دابا، وانت كتشجعهم انهم يهملوا كتوباتهم. ما عرفتش انا التفكير ديالك فين، ولا غير داير كيف ما قلت لك تصافيرات المعانده. اول حاجه بقيقو خصك تشكري الداسره، الصراحه تشكري يسرا وامي ميلوده اللي شعلت فيك العافيه باش غادي تخلصي عليهم هاد التصافيره. مهم يسرا ولات كتعطيكم افكار، واللي دارتها كتعاندوا معاها. يسرا سافرات بجداها حتى نتوما غاديين بالميمه. مهم راه ولات كتعطيكم افكار. غير واحد الملاحظه لاحظتها على تيتيما. اش غنقول لك اختي، كطيري يا ربي السلامه. ناري شحال كتنقزي من بلاصتك. الفيديو كامل مزعج كتخوتي. خوتك اللي ولاد صغار شادين بلاصتهم، وانتي يا اختي تتقولي فيك الدوده. من الفروض الصراحه، من فروض الوالدين كيعلموا الوليدات الاداب. يعني التربيه هي اداب الحوار والاحترام. وانا كتبان ليا تيتيما لا تربيه لا حتى شي حاجه. فيديوهات كاملين وانتي تنقزي وتغوتي فوق راسك. مالك يا اختي على ديك الحاله؟ مالك؟ دوسمون بشويه عليك. دابا توصليت انتي داكشي اللي وصلت ليه الداسره، دابا توصلي ليه. واش غنقول لكم؟ هادشي اللي كاين. غير تار انتباهي حتى بغيت نسجل هاد الفيديو، وواحد الضجه نايضه ديال ان يسرا مشات للبوليس. دعات، ماشي دعات، يعني بغات زهير يجيب ليها الولد. اش غنقول لك؟ كتقول لهم ان الولد غادي يخطفوه ولا ما عرفت باه. المهم هادشي اللي شفت في العنوان. انا نصيحه مني لك زهير، ما تبقاش تشد الولد الوقت اللي بغات هي. يعني وقت ما بغات تسافر كتعطيه لك، وقت ما بغات تقضي شي غرض كتقول لك اجي ديه. لا، ماشي غير وقت ما قالتها لك اجي ديه. نصيحه مني لك حتى دير داكشي قانونيا، يكون داكشي قانوني. ما عندكش الحق تاخذ الولد لانه باقي رضيع. طبق القانون، طبق عليها القانون، لان القانون لا يحمي المغفلين. هاد السيده وكما كتقول انت حطات عليك الباطل واحد النهار، ربما تعاود معك الكره مره اخرى. فلهذا كنصحك انك طبق القانون معاها، خلي ليها ولدها حتى نهار تحكم لك المحكمه انك يعني تعطالك الحق وقت الزياره. ديك الساعه سير جيب ولدك. هذه هي النصيحه اللي غادي نقول لكم. وشكرا لكم على التتبع ديالكم لهذا الفيديو. ما تبخلوش عليا باللايكات ولي كومونتير. وشكرا لكم واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.